فيلم قصر الباشا اتجمعت فيه كل العناصر اللي تخليه فيلم ناجح جدا، وبالرغم من كده ما قدرش ان هو يوصل لا جماهيريا ولا كفكرة الفيلم والاداء ان هي تتصنف على ان يبقى فيلم انصح بيه اي حد يشوفه. فتعالوا مع بعض كده بقى نعرف ايه الاسباب دي وايه تعليقي عليه. فلو ما كنتش لسه عملت سبسكرايب فضلا وليس امرا ما تنساش تعمل سبسكرايب، ويلا بينا نبدأ الحلقة على طول. ازيكم جماعة وعاملين ايه؟ تخيلوا ان احنا نقول فيلم بطولة الفنان الشاب احمد حاتم اللي له وجود وحضور خاص جدا مع فنان عالمي زي الفنان حسين فهمي وفنانة الناس بيحبوها زي معان السيد، مع الناس اللي احنا بقى متعودين على وجودهم في الافلام يدوا طابع كده زي حمزة العيلي والفنان محمد مزربان والفنان محمد القص وأمير صلاح والفنان أحمد فهيم، بالإضافة طبعا لمجموعة العمل التانية زي نبيل عيسى ونانسي صلاح وسمية رضا وهيثم زيدان. كلهم ناس بنشوفهم كتير، فالمفروض إن احنا لما نشوفهم متجمعين مع بعض في فيلم المفروض إن هو واخد طابع الجريمة والكشف عن الأحداث بطريقة بوليسية شوية، كنا نتوقع إن الفيلم ياخد مسار مختلف عن ده. الفيلم حاول ان هو يعمل الكلام ده باكتر من طريقه، بطريقه اللف والدوران، بحيث ان هو يوجهنا الاحداث بحيث ان احنا في الاخر نقتنع ان منفذ الجريمه هو شخص ما، وبعدين يعمل لنا تويست عشان نعرف ان منفذ الجريمه شخص تاني، ثم يعمل تويست على تويست لحد ما نوصل لاخر حاجه. الطريقة دي مستخدمة في أفلام كتيرة وخصوصا الأفلام الأجنبية، وماشي مفيش مشكلة فيها، ولكن أدائها في الفيلم كان فيه تعارض كبير قوي في إن أنا أقتنع أصلا بالأحداث دي نفسها. التعارض ده أوله مثلا إن هما المفروض يدوا دور للفنان أحمد حاتم بحيث إن هو اللي يتدخل في الأحداث دي، في حين إن هما جابوا واحد ضابط اللي هو حمزة العيلي المفروض إن هو اللي موكل بيه وإن هو يقود حملة البحث عن القاتل الحقيقي. هنا بنتفاجئ إن الضابط بيستعين بالكاتب علشان يفك له كتير من الألغاز، وده لما أثر على الفيلم أثر على الدورين مع بعض، لأن احنا متعودين إن الضابط هو اللي بيفكر وبيوصل للنتيجة، في حين هنا الفيلم عايز يطلع لنا البطل اللي هو البطل الأساسي اللي هو الكاتب هو اللي هيقدر يوصل للنتيجة. فهنا حصلت المشكلة إن دور الضابط اللي احنا مستنيينه إن هو يفك لنا الأحداث ضعف جدا، في مقابل دور البطل اللي هو المفروض يفك الأحداث واللي مرة مع مرة كان بيفكها غلط بناء على تصوراته هو الشخصية. وده بيوصلنا لمرحلة إن الأدوار نفسها مش عارفة تاخد حجمها بالشكل الصح. يعني لا احنا عارفين ندي دور لأبناء حسين فهمي، ولا احنا عارفين ندي دور منفرد كده للفنان أحمد حاتم، رغم المحاولات المستميتة إن هم يظهروه بشكل الكاتب المثقف الذكي اللي البنات كلها دايبة فيه، ولا في نفس الوقت عارفين ندي حجم للضابط اللي جاي يفك أحداث القضية والجريمة، ولا حتى مساحة للأدوار بقى المساعدة عامة اللي ظهرت معانا في الفيلم بصفة عامة. ودي المشكلة اللي هتفضل مواجهاك في الفيلم، ان انت مش عارف ان انت تركز مع مين البطل بتاعك المفضل، الاحداث هتمشي ازاي، وازاي تقدر تقتنع ان الناس دي بتكاتفهم مع بعض لو هم مكونين فريق كده للبحث عن القاتل الحقيقي يقدروا يوصلوا له بشكل صح. الاحداث راحت وجت في كذا مسار، انتهت في الاخر ان مفيش حد مثلا كان معفي من التهم اللي تخليه ما يقدرش يدير القصد في الاخر، وفي نفس الوقت انت ما ظهرتش مين اللي هيدير القصر لان كلهم خلاص كده بقوا متهمين، رغم تحفظي على القضية بتاعت الفنان نبيل عيسى لان هو الوحيد اللي اتظلم في البداية، ولكن بعد كده ظهر ان هو كان في ناس تانيين هم السبب. فمعنى كده ان انت لو مشيت بالعقل والمنطق اللي انت حددته ده، فالوحيد البريء فيهم اللي هو المفروض ليه ان هو يدير القصر بعد كده كان هو افشلهم، واللي هو متعاطي مخدرات واللي كان عايز يقلب القصر لبار وقاعة قمار. ده لو انت مشيت بالمنطق. لو انت بقى مشيت بالاحداث ان احنا مش هنفتش بقى في الموضوع ماشي ازاي، فاحنا وصلنا للنتيجة اللي هي في الاخر دي كلها كان فيها تركيز على احمد حاتم، واغفلت ادوار التانيين علشان ياكدوا دور احمد حاتم. على فكرة يا جماعة فنان احمد حاتم ممثل كويس جدا، ولكن في ادوار فعلا ظلمته. الضرورة ان هو يظهر مثلا كل فترة وكده بتجبر ساعات على ان هو يختار حاجات او الطريقة اللي تطلع بيها الحاجات دي ما تكونش خدمة ليها. وانا نصيحتي للفنانين بصفة عامة يعني اللي حابين يكون ليهم التواجد، ما تخليش فكرة التأخير مثلا في الظهور تأثر على الجودة في الحاجة اللي انت هتقدمها. اخر حاجة بقى والملحوظة الكبيرة والمشكلة الاكبر في الفيلم ده هو الاغنية بتاعت الفيلم. احنا هنا مش هنفصل الاتنين مع بعض، يعني اذا كانت الاغنية حلوة والفيلم مثلا حلو، ولكن ربط الاتنين مع بعض. الفيلم نفسه ماشي في مكان ارستقراطي، فنادق وقصر الباشا وكل الكلام ده، والناس اللي فيه كلها ناس من علية القوم، ناس مثقفين وكده.
فلما تيجي تعمل التراك بتاع الفيلم اللي هو الدعائي بتاعه، الاغنيه اللي هي على رتم المهرجانات وكده، لو واحد عادي بقى المفروض ان هو اعجب بالاغنيه وداخل الفيلم على اساس ان هو فاكر الباشا بقى بطريقه الباشا بتاعه المهرجانات، هيتصدم مع الفيلم وهتبقى خسرته، وهيبقى واحد دخل وكره الفيلم وما اداش فرصه اصلا ان هو يفهمه، وفي نفس الوقت ما هواش متناغم مع طبيعه الفيلم نفسها والموسيقى والاداء والصور الحلوه اللي احنا كنا شايفينها مع الفيلم. ده لا يعني ان الاغنيه وحشه، ولكن يعني ان الاغنيه مش متناسبه مع الفيلم. مستني اسمع رايكم في التعليقات، ولو الحلقه عجبتك متنساش تعمل شير عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي. في نفس الوقت تعمل سبسكرايب وتابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى اول واحد يتابع الحلقات الجايه. شكرا.